هقول لكم على شويه تبس بحب جدا اعملها قبل ما احط حمام الزيت او حمام الكريم على شعري علشان استفاد منهم اكبر استفاده ممكنه، وبجد فرقوا معايا جدا. واول حاجه ان هي بحب اعمل مساج لفروه الراس بتاعتي بالاداه دي، كنت جايباها من على نون، بحب اعمل بيها قوي. الحركه دي بتفيد بايه؟ بان هي بتقشر فروه الراس، يعني لو في اي تراكمات او في اي حاجه قشره بتاع، هي بتطلع اي حاجه موجوده في فروه الراس، وبجد بتخلي الفروه نظيفه جدا وتخلي الشعر يستقبل الزيت بشكل احسن، والفروه كمان تمتص الزيت بشكل اسرع. والحركه دي كمان بتجري الدوره الدمويه في فروه الراس، فبتساعد جدا على تتقيل وتطويل الشعر. وتالت حاجة علشان كمان ما ينفعش ان احنا نعمل مساج لشعرنا وبعد ما نحط الزيت على شعرنا، علشان خاطر شعرنا ما يحصلهوش دمج او يبوظ، طبعا بيتأثر وبيتبهدل وبيتقصف كمان. المساج بيكون من فوق لتحت بالشكل ده او بحركة دائرية كده، ونشيل ونحط على السبوت اللي بعدها بالشكل ده، بحيث ان احنا ما نلعبكش الشعر في بعضه برضه عشان ما يتقطعش واحنا بنسرحه. زي ما انتوا شايفين كده كل التراكمات والقشرة اللي كانت في شعري طلعت منه عشان السكراب ده. دلوقتي بقى هنسرح شعرنا عادي جدا. زي ما انتوا شايفين كده هو متسلك من فوق عادي، بحيث ان هو يعني مش متلعبك في بعضه بعد المساج، فاهمين؟ دلوقتي بقى هنحط حمام الزيت ده من رو افريكان، هنرش كده على الفروة، وهنعمل مساج بسيط برضو بس بالشكل ده بقى بايدينا، بصوابع ايدينا، وهنعمل مساج كده. ده كان بالنسبة لحمام الزيت. بالنسبة بقى لحمام الكريم، هبل اطراف شعري او شعري من هنا كله. خلاص انا كده بليته، بس من اللي هو ايه، مش مبلول بيتعصر، لا مبلول اللي هو مندي كده. وهبتدي استخدم حمام الكريم، هاخد منه حبة كده وابتدي اوزعهم على شعري بالشكل ده كده. خلاص كده دلوقتي بقى هنسيبهم لمدة ساعتين وهندخل نغسل شعرنا. دي كانت الريزلت.